جرت أحداث هذه القصة عام 1986 أثناء الحرب الإيرانية العراقية، حيث يقص علينا السيد أبو صفوان قصة جارته السورية السيدة خديجة إسماعيل، والتي كانت تعيش في بغداد، حيث كانت قد تزوجت شابا عراقيا كان يعمل في سوريا منذ أكثر من 25 عاما، واضطرت للعودة معه إلى بلده العراق بعد أن قرر أن ينهي عمله في سوريا. وفي ذلك العام من الحرب الإيرانية العراقية كانت السيدة خديجة تبلغ من العمر 65 عاما، وكانت قد فقدت زوجها منذ حوالي 3 سنوات مضت بعد أن رزقت منه بابنتين، حيث يذكر السيد أبو صفوان أن جارته خديجة تعرضت لحادث سير أثناء عبورها الشارع في منطقة سكنها في بغداد، وتحديدا في الشهر السادس من العام 1986. وللأسف أن سائق السيارة التي صدمها تركها طريحة على الأرض ولاذ بالفرار. وعلى الفور قام أهل الحي بإسعاف المرأة إلى إحدى مشافي بغداد الحكومية، باعتبار أن السيدة خديجة غير قادرة على دخول المشافي الخاصة، وخاصة أن أوضاعها المادية قد تردت جدا في تلك الفترة، ولم يبق لها من يعيلها بعد موت زوجها، وتعيش هي وابنتيها على بعض المساعدات التي يقدمها لهم سكان حيهم. وعند وصول المرأة إلى المستشفى دخلت إلى قسم الإسعاف، وهناك شخص الأطباء حالتها بالخطيرة، حيث أصيبت بكسور بالعمود الفقري وكسر آخر برجلها اليسرى، إضافة لبعض الجروح والكدمات. وقد أخبر الأطباء ابنتها الكبيرة فاطمة، والتي كانت قد وصلت إلى المشفى بعد أن علمت ما حصل لأمها، بأن والدتها بحاجة فورية إلى عملية جراحية لتثبيت الصفائح لفقرات ظهرها ورجلها اليسرى، وأنهم سيقومون بتلك العملية في صباح اليوم التالي. ولم تمر سوى ساعتان حتى تفاجأت فاطمة بطبيب دخل عليها ليخبرها بأن عليها مغادرة المشفى مع أمها والبحث على مشفى خاص يجري لأمها تلك العملية، لأن هناك نقص في بعض مستلزمات هذه العملية، ولا يستطيع المشفى القيام بهذا النوع من الجراحة في هذه الفترة. انصدمت فاطمة من هذا الخبر، وبدأت تتوسل للطبيب بأن يجروا العملية لوالدتها، لأنهم لا يملكون المال من أجل ذلك، وأن لا معيل لهم يعينهم في هذه الحياة. ولكن الطبيب تجاهل كلامها وأخبرها بأن الأمر صعب جدا، ونصحها بأن تعجل بالتوجه إلى مشفى آخر حفاظا على حياة والدتها. وبعد خروج الطبيب من الغرفة بدأت فاطمة بالبكاء، ولم تكن تعرف ماذا تفعل لتنقذ أمها. وفي نفس اللحظة دخل عليها ممرض يعمل في المشفى، تبدو عليه ملامح الطيبة والأخلاق الحسنة، وقال لها ناصحا: يا أختي، أنصحك بأن تغادري المشفى وتنقذي أمك، ولا تحاولي معهم، فإن مدير المشفى قد رفض استقبال والدتك وإجراء هذه العملية، وذلك بعد أن علم أن والدتك سورية وليست من أصول عراقية، فهو يزعم أن هذه المشفى مجانية فقط للعراقيين وليست للأجانب. فما كان من فاطمة إلا أن ذهبت مسرعة إلى منزل جارهم أبو صفوان لكي يساعدها بنقل والدتها إلى المنزل، ريثما تجد حلا لتكاليف علاج والدتها، وقد قصت عليه ما حدث معها في المستشفى، الأمر الذي أغضب أبو صفوان كثيرا، وتوعد لها بأن يأخذ لهم حقهم من مدير ذلك المشفى الذي قام بطردهم بهذه الطريقة العنصرية. حيث قام أبو صفوان والذي يعمل مدرسا لمادة الفيزياء بكتابة رسالة للرئيس صدام حسين يشرح له وضع هذه الأسرة وما فعله معهم مدير المشفى، وقام بإرسالها عبر البريد إلى مكتب صدام حسين. ولم تمضي سوى 48 ساعة وإذ بعناصر من الأمن تطرق باب السيدة خديجة، وبرفقتهم فريق طبي وسيارة إسعاف قامت بنقلها على نفس المستشفى الذي طردت منه. وفور وصولهم المشفى تم إدخالها إلى غرفة العمليات، وقام الأطباء بإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها والتي تكللت بالنجاح.
لتتفاجأ السيدة خديجة وابنتيها في صباح اليوم التالي بزيارة المهيب صدام حسين لهم داخل المستشفى للإطمئنان على حالتها. وقد اعتذر المهيب صدام حسين عما فعله معها مدير المشفى، وأخبرها بأن هذا الرجل لا يمثل إلا نفسه، وأن هذه ليست أخلاق العراقيين، وأن العراق بلدها الثاني. وقد أكد لها الرئيس صدام بعد أن أمر لها ولابنتيها براتب شهري أن الطبيب مدير المشفى سينال أشد العقاب عما فعله، حيث تم إلقاء القبض على الطبيب وتمت إحالته للقضاء الذي أصدر بحقه حكما يمنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة 5 سنوات، وذلك لإخلاله بشرف المهنة والتعامل بشكل عنصري وغير إنساني مع هذه المرأة المسكينة. رحم الله رجلا لا يظلم عنده أحد، رحم الله أسد العرب صدام حسين المجيد.